يا اهلا بجيش الاساطير. معانا الحلقه التانية من حكايه الصياد الهجين. لو لسه ما شفتش الحلقه الاولى فخليك معانا وشوفها من الاول، اما بقى لو مش جديد فروح للدقيقه دي. ودول اللي جاوبوا على كلمه سر الحلقه اللي فاتت، وكمان دول اصحاب اول 3 كومنتات على الفيديو. صلى على النبي وحط لايك، وتعالى اخوك سيف حسام الدين يحكي لك الحكايه. في يوم من الأيام بوابات فراغية غزت كوكب الأرض، وظهرت الوحوش وبقت بتدمر في العالم. الوحوش دي مخلوقات فضائية جت من عالم تاني اسمه عالم الشياطين. في نفس الوقت حصلت طفرة في جينات البشر، وأصبح عندهم قوة خارقة بعد ما تم استيقاظهم. الناس دي بقى اتعرفت باسم الصيادين، وطبعا الناس دي استقبلوا مهارات وتقنيات غريبة، ودي طبعا بتشتغل بطاقة المانا. بفضلهم فالبشرية كانت قادرة إنها تحمي نفسها من الوحوش، وبعد مرور الوقت تم بناء المدن من جديد. على الرغم من إن المشاكل لسه ما خلصتش، لكن بفضلهم البشر كانوا قادرين يعيشوا حياة شبه سلمية من تاني. بس مفيش حاجة بتفضل على حالها يا صاحبي. البشر اللي تم استيقاظهم من جديد كصيادين كان عددهم صغير جدا بالنسبة للوحوش، وده للأسف مشكلة كبيرة لأن ما عندهمش أفضلية العدد. بس ما كانش مشكلة بالنسبة للعقل البشري، لأن البشر اخترعوا نوع جديد من الصيادين اللي تم صنعه عن طريق العلوم البيولوجية. والنوع الجديد ده اسمه الصياد الهجين. ده كان تم صنعه عن طريق دمج البشر مع أجزاء من الوحوش الشيطانية اللي تم القضاء عليها، أو حتى من البلورات السحرية وكريستالات المنى اللي بنلاقيها في البوابات، او حتى من جينات الوحوش. وده كان طبعا الحل الوحيد للبشر في الوقت ده، الدمج بين الصياد او الانسان العادي واعطائه جينات وحشيه عشان يكون صياد هجين. تقدر تقول كده ان الصياد الهجين ده هو النسخه المثاليه للصياد، اقوى واسرع وكمان اكتر تطور. وبس كده العالم قدر يرجع لطبيعته القديمه زي ما كانت واحده واحده. عرفنا الماضي، خلونا بقى نروح للمختبر اللي مش مترخص لصنع الصيادين الهجينه ده، وبالتحديد تحت الارض ب 18 دور في المخزن. بيكون في 2 من العلماء بيفحصوا حاله عينه اختبار، والعينه دي ما كانتش قادره تستجيب وحصل لها اثار جانبيه، وساعتها بيقرروا انهم يتخلصوا منه بما انه ملوش فايده، او ده اللي كان هم فاكرينه يعني. خلونا نشوف. بيروح الاتنين دول يقولوا للرئيس بتاعهم ان العينه فشلت ومش هتعيش كتير، فبيسالهم قدامها قد ايه عشان تعيشوا. بيقول واحد منهم حوالي شهر كده يا ريس. فبيرد الرئيس تمام، خدوه خليه يشارك في عمليه ختم البوابه، وخلوه يحمي ظهر الصيادين وهم راجعين، لكن ابدا ما تسمحوش ليه ان هو يرجع ويحبسوه هناك. بيعدي الوقت وبنشوف عينه الاختبار دي وهي بتحارب في البوابه، وبعد ما بيخلص على الصغيرين بتظهر ضفدع عملاقه، لكنه بيقدر يطير في الجو ويقطعها شرايح لانشو. بعدها بيستعمل هجمه كهربيه عشان يخلص على باقي الوحوش، والصيادين اللي كانوا معاه منذهلين ان هو قادر يخلص على الوحوش دي بحركه واحده بس، لكن ده هو المتوقع من صياد هجين برتبه اس. على الرغم من انهم خلصوا على عدد كبير من الوحوش، فلسه البوابه مش بتظهر اي علامات انها تقفل. بيرد شخص تاني ويقول له ما تقلقش، حتى لو جه اي عدد من الوحوش فالهجين اللي معانا ده هيقدر يحمينا. كل اللي علينا نعمله دلوقتي هو اننا نخلص على الوحوش الضعيفه دي ونسيب له الوحوش القويه ونهرب. بعد شويه وقت بيقول الاصفر ان البوابه دي بتدي علامه على انها تقفل خلاص، وبيتوجهوا كلهم عند البوابه فعلا عشان يهربوا. فبتقول البنت انتوا مش هتاخدوا معاكم الصياد ده ولا ايه؟ هتسيبوه هنا؟ بيرد عليها الولد ويقول جات لنا معلومات اننا نتخلى عنه، كده كده اصلا هو هيموت بعد اقل من شهر، فملهاش لازمه ان احنا ناخده. بتزعل البنت عليه، لكنه بيقول لها انت زعلانه ليه دلوقتي؟ ده مجرد اداه عشان يحمينا مش اكتر. عينات الاختبار اللي زيه دي شغلتهم هو انهم يسمعوا الكلام وبس، مجرد ادوات عشان تخدمنا. انت لازم تعامليهم كانهم زي الوحوش اللي بيحاربوا الوحوش. وفعلا الصياد ده بيسمع في دماغه دايما امر بيتكرر، مهمتك هي حمايه الصيادين، ولما يخرجوا تفضل هناك وتقاتل الوحوش. وفعلا هناك مات الصياد الهجين وهو بيسمع للاوامر بعد ما خلص على اكتر من 1800 وحش من الوحوش، وكمان انقذ الصيادين وخلاهم يخرجوا بامان. الصياد الهجين الملقب برقم 17 واللي تم خطفه وهو عنده 9 سنين عشان يتعمل عليه تجارب. ذكرياته اللي كانت اتمسحت بدأت ترجع له تاني اثناء ما كان بيموت، لحد ما جات له الذكرى اللي فضلت تتكرر لما كان بيتم حقنه بالجينات، وكمان الذكرى اللي حصلت من 79 سنه لما كان لسه صغير في الملجأ. اول ما وصل لسن ال9 سنين تم التخلي عنه بسبب انه كان بيدافع عن حقه، وبسبب البرد الشديد انهار، وشافوه اللي كانوا شغالين في السوق السوداء واخدوه. وهنا بدأت المعاناة بتاعته وتم تسميته بالرقم 17. بعد ما تم حقنه بجينات كتير ما كانش حصل له اي تأثيرات جانبية، وقدر يحصل على قدرات خارقة، وكمان شكله البشري ما اتغيرش. في سن ال15 خلوه يخرج لمحاربة الوحوش ويساعد الصيادين او ينقذ المدنيين، لكنه بدأ يسأل نفسه هو انا ليه هنا؟ انا بعمل ايه بالظبط؟ قبل ما يقدر يفهم اللي بيحصل بيجي المسؤول عنه وبيقول اخيرا بدأ يتساءل عن ذكرياته. بيضحك وبيقول اخيرا ظهرت التأثيرات الجانبية. بيعدي الوقت وفضلوا يحقنوه بكميات اكبر من الجينات لحد ما
مشاكله البشري وافعاله اتغيرت، وعدى وقت اكتر لحد ما تحول لوحش بالكامل، واخيرا لحد ما جات اللحظه اللي اكمل فيها كل مهماته وكان على وشك الموت. بس هل تعتقد ان دي النهايه يا صاحبي؟ فحب اقول لك لا، بعد ما اتحلل جسمه بالكامل كان لسه عايش كهيكل عظم، وبسبب ان الجينات كان بيتم حقنها في العظم فكان معاه 527 جين من الوحوش، فاكيد التجدد الخارق اللي كان عنده في جسمه اخيرا استجاب وقدر يرجع لشكله البشري من جديد. بدأ بطلنا يتسائل اذا بجد رجع لهيئته البشريه من تاني، لكن نظرا للتغيرات اللي في جسمي فانا مش هقول على نفسي ان انا بشري بالكامل. حاسس ان عدى عليا سنين كتير قوي، وبما ان المختبر ما جابش حد يسترجعني فده معناه انه تم التخلي عني اخيرا. لو بتسأل انا ازاي قدرت ارجع للشكل البشري، فده عشان انا تم حقني بجينات كائنات كان عندها قدره عاليه على التجدد زي العنقاء وقنديل البحر وغيرهم. طول ما النواه الاصليه اللي في جسمي ما تمش تدميرها فانا مش هموت بسهوله. بس انا فاكر كويس من ذكريات انهم قالوا جينات العنقاء ما كانتش شغاله. مش مهم، المهم ان انا قدرت ارجع لشكلي البشري. انا حاسس ان جسمي نشيط وعقلي مش متضرر. هل ده بسبب زوال كل الاثار الجانبيه؟ ده انا حتى ما عدتش حاسس بالتعويذ اللي كانت بيسيطر على عقلي عشان اسمع كلامه. وبكده اقدر اقول ان حياه الرقم 17 انتهت، ودلوقتي هتبدا حياتي كانسان. من النهارده انا اسمي مش رقم 17، انا اسمي الحقيقي هو وون. بعد ما خدت حياه جديده ازاي هعيش؟ هل هعيش للانتقام؟ لكن الانتقام محتاج هدف قدامي. انا لو شفتهم تاني يمكن ساعتها افكر هعمل ايه. المهم دلوقتي لازم اشوف اي حاجه البسها، ما انا مش هفضل بلبوس كده قدام المتابعين يا جدعان. فضل وون يتمشى لحد ما لقى نفسه قدام نهر، فقرر يبص يمين وشمال على اي حاجه يعمل منها هدوم، بس بيلاحظ وجود وحش قدامه وباين عليه ان هو ميت مسموم. ده حلو قوي، انا كنت محتاج شويه جلد. وفورا بيحول دراعه الخنجر عشان يعمل من الوحش ده جاكيت جلد. على طول اول ما بيدب السكينه ويقول بسم الله بيخرج في وشه كميه سموم كتير قوي، بس ولا الهوا. المعلم كان بيفطر وبيتعشى في السموم دي اصلا، يعني عادي بالنسبه له. واخيرا بيخلص وبيعمل لنفسه لايك على الشغل المية مية ده، وبيروح بعدها يغسله في النهر. بس بيلاحظ ان جلد الوحش ده مش مرن كده، مش بيدي معاه. ساعتها جات له فكره ان هو يفضل يضرب فيه لحد ما يساويه، وهي دي عزيزي المشاهد طريقه دباغه الجلود. لو انت مش عارف، الدباغه دي هي العمليه اللي بتشيل فيها الدهون والشعر والحاجات دي من الجلد بتاع الحيوان لحد ما يبقى لين معاك بالطريقه دي. اثناء ما كان فرحان ان هو خلص كان الوحش المسلوخ بيتحرك، ويعني فاضل له شويه ويجي له جلطه بعد ما بيشوف الجلد بتاعه بيتقطع نصين من انسان. وون بيكمل اللي بيعمله وبيصنع لنفسه احلى روب، وفجاه بيسمع صوت شتيمه جنبه، فبيتفاجئ وبيقول له ايه ده انت لسه عايش؟ ده انا فكرتك ميت يا جدع. الطائر بيقول له يا عم انا عايش يا بني ادم انت اهو، اصبر عليا بس لو قمت هعمل منك سجاده. وون بيقول له انا حاسس ان هو بيشتمني لكن مش معايا دليل. بس غريبه، انا متاكد ان الطائر ده كان ميت. هل يعقل ان هو من الوحوش اللي عنده سرعه تجدد برضه؟ لو كنت لسه في هيئتي الوحشيه كنت خلصت عليه الصراحه بما اني صياد، لكن الطائر ده ضعيف جدا ومش محتاج اخلص عليه. انت محظوظ يا ابن الصرمه، اعتبر دي حياتك التانيه زي بالظبط كده. يلا انا ماشي بقى عشان سايب النار على الشاي، مش عايز حاجه. وون بيتمشى شويه عشان يدور على مكان ينام فيه بما ان مشكله الهدوم اتحلت. بيدخل كهف وفجاه بيلاقي حريش عملاق بيشتمه عشان داخل بيته، والحريش العبيط ده بيهجم على وون عشان يخلص عليه. فبيبص له وون كده ويقول له لا يا معلم قله ادب مش عايز، وزربوه بيفصل دماغه عن جسمه، ما مش ناقصه صداع هي. لا البيت ده مش عاجبني، هروح اشوف اي خرابه تانية انام فيها. بيروح المنطقه الجليديه هناك، وبعد ما ضرب الوحوش وعجنهم من الضرب وطردهم من البيت بتاعهم بيقول لا المكان هنا مش حلو برضه، مفيش اكل حواليك وحتى الزراعه مش هتبقى نافعه. يا ابن الصرمه انت ماشي تطرد الوحوش من بيوتها وتخلص عليهم وكمان مش عاجبك؟ المهم فضل يدور سواء كانت شجره او حتى كهف، لكنه بيلاقي هناك سموم والريحه هناك وحشه جدا وحتى الدنيا حر فيها، لحد ما اخيرا لقى اللي بيدور عليه. مكان جميل وقدامه بحيره وحواليه شجر كتير. قال لك بس هو ده اللي انا بدور عليه. الميه نظيفه وكمان موجود سمك، وهنعمل احلى وجبه سي فود النهارده. تقريبا السمك سمعه وقال له سي فود مين يا حماده؟ بس حماده قصدي ون في حته تانية خالص، وبيقول عليهم شكلهم لذيذ. حلو قوي كده، موجود مزرعه سمك زي الفل وكمان ميه نظيفه، يبقى فاضل البيت بتاعي بس اللي هعيش فيه. بعد شويه ماشي بيقول خلاص لقيت مكان هادي وصوت الشلال فيه بيغسل الروح من جوه كده. وقف وبص للسما بابتسامه رايقه وقرر ان هنا هيتبنى عش الزوجيه، بس من غير زوجه يعني حاليا. المهم ان ده المكان اللي هيتبنى فيه بيته الجديد، وعشان يبدا صح لازم يظبط الارضيه. وبحركه صايعه اطلق خيط طاقه ذهبي رفيع كده انطلق ناحيه الغابه، وبمنتهى الدقه قطع جذور الشجره الضخمه اللي قدامه وكانها ورق. بص للمساحه اللي قدامه دي وكانه حاسس بالرضا كده زي الفل. المساحه دي تعمل قصر مش بيت. وباستخدام قوته بدا يرفع الخشب ده بالتحريك عن بعد وينقيه على الفرازه، احسن الجذوع عشان البيت يعيش العمر كله. بس وهو بيبدا لقى ان الارض معوجه شويه ومش هتنفع عشان يعمل عليها اساس بيت محترم. امون عمل ايه؟ مسك جذع شجره عملاق وبدا يرزع في الارض ودب دب دب نزل فيها دك عشان يسويها لحد ما خلى الارض مسطره ومية مية. بيبص كده للمكان ويقول يا جماله يا جماله، حته ارض 10 على 10 والشمس داخل لها من كل حته. والاول مره في حياته وون بيتحرك بمزاجه وبيعمل الحاجه اللي هو كان عايز يعملها
مش عشان مأمور ان هو يعملها. بدأ بالبناء بقلب جامد وشال اول عمود ركن كان شايله كأنه ريشة، وكان حاسس بمتعة حقيقية وسأل نفسه هو ده اللي الناس بتسميه الحرية. ثبت العواميد وقام داخل بالأرضية على طول وفرشها كلها وبقى تمام. بس جت مشكلة الجدران، هيثبت الخشب ازاي في بعضه وهو ولا معاه مسامير ولا معاه شنيور؟ هنا بقى صاحبنا شغل دماغه، راح جايب مخاط من وحش حلزون عملاق كده، المادة الخضراء اللي شكلها تقرف دي بس مفعولها ايه سحري، لزق بها الجذوع في بعضها، وهو عارف ان القرف الاخضر ده لما بينشف بيبقى زي الصخر ومش هيعدي نقطة مية واحدة عليه. يعني تقدر تقول كده يا صاحبي عازل حراري ومائي طبيعي 100%. وعشان يكمل السيفتي بتاع البيت بتاعه لف البيت بخيوط طاقة ذهبية عشان تعمل حاجز وقائي، وده طبعا عشان اي وحش يفكر يقرب منه يندم على اليوم اللي اتولد فيه. وبكده الكوخ بقى جاهز ومية مية، بيت متين بمخاط الوحوش وحرير الديدان وحاجة انما ايه تقرف. على الرغم من ان البيت طالع لقطة على رأيه هو، يعني صاحبنا حس ان في حاجة ناقصة، البيت لسه اقرع. افتكر فيديو شافه من زمان في المعمل عن بيوت البشر، ان الناس دايما كانت بتسرع جنينة قدام البيت، وبما انه مستحيل يلاقي كلب لولو يتمشى بيه هنا وهناك، بدأ يفكر في تاتش جديد يضيفه للحوش بتاعه. يا ترى هيجيب ايه يربيه؟ صاحبنا قرر ان هو يعمل لنفسه حته جنينه خضروات عشان يظبط الاكل، بس سأل نفسه هو في خيار ولا طماطم هنا بيطلعوا في عالم الشياطين ولا ايه؟ فجأة لمحت في دماغه فكره صايعه قوي لما افتكر نوع من النباتات السحريه وقرر يدور عليها. بص وين ناحيه الجبال الثلجيه اللي قريبه منه، وقرر ان هو يزرع المندروجه دي. يا رب اكون نطقتها صح. المهم ان ده نبات وحشي مش اي حد يقدر عليه. شد الرحال وطلع على طول على المنطقه الثلجيه، والجو هناك حرفيا كان فريزر. وان كان عارف ان المندراجوره دي ما بتطلعش غير في اكتر حته فيها زحمه مانا وسط الجبال دي يعني، بس وسط التلج ده وون سرح شويه ورجعت له الذكريات بتوجع. افتكر اليوم اللي اتخطف فيه وهو صغير واترمى في المعمل اللعين ده، يوم ما حياته اتسرقت منه وسط البرد ده برضه. افتكر وون قد ايه الجو كان فريزر حرفيا برضه، لدرجه ان لما اتخطف كان حس براحه غريبه انه لقى مكان يداريه من البرد. وبصراحه كده لما رجع بشريط الذكريات بتاعته لقى ان كونه بقى كيميرا كائن هجين يعني كان له مميزات قويه جدا، زي انه لا بيحس بالبرد ولا بيتكتك بسببه. بدا صاحبنا يحس ويشم تركيز عالي للمنى في الجو، وعرف ان هو خلاص وصل للوكيشن بتاعه. وبعد مشوار قصير لقى قدامه حقل مليان براعم خضرا صغيره. ايوه بقى هي دي المندروجر اللي بيدور عليها دي. وان كان عارف ان المخلوقات دي كانت رهيفه جدا وحساسه قوي للتوتر واي تغيير في الجو، فقرر ياخد العيال الصغيره منهم اللي لسه خام عشان يتاقلموا بسرعه في بيته الجديد. وهو بيمد ايده عشان يشد واحده بالراحه من الارض سد ودنه واستعد للصرخه اللي بتجيب له طرش. لكن المفاجاه ان الوحش الصغير ده بدل ما يصرخ طلع صوت شخير كانه نايم في العسل. استغرب وون وجرب يشد واحده تانية طلعت نفس الصوت الناعم وهي مأنتخه. شد التالتة برضه نفس الكلام. وون وقف متنح وهو ماسكهم في ايده وبيسأل نفسه هما العيال دي بيتكلموا هم نايمين ولا ايه الحكايه؟ العادي يا صديقي ان المندراجوره دي اول ما حد بيلمسها بتفتح سرينه اسعاف من كتر التوتر، خصوصا يعني لو اللي بيزرعها بشر. وون كان متوقع انها ممكن تهدى شويه في عالم الشياطين، بس انها ما تديش اي مقاومه وتنام في ايده كده دي جديده دي. فجاه اللمبه اللي في دماغه نورت وقال ايه يا ولاد اللعيبه ده انتوا فاكرين ان انا واحد من العيله بقى. ونفتكر ان جسم الكوكتيل ده فيه اصلا خلايا من المندراجوره، عشان كده النباتات الصغيره دي حست بالامان واعتبرته بابا وون. صاحبنا خدهم بالراحه وحطهم في الحزام بتاعه هو منشكح على الاخر، وبدا يعيش احلام اليقظه. يا سلام لما يكبروا واعمل من جذورهم احلى كوبايه شاي تعدل المزاج، لا وكمان ممكن اكل الثمار بتاعهم تصبيره كده بين الوجبات. بس فجاه فرمل بخياله وافتكر معلومه مهمه، ان الثمار دي بتبقى سم هاري لو اخدها بالعافيه منهم او غصب عنهم. يعني الموضوع محتاج سياسه ولين، لازم يدلعهم ويقنعهم بالذوق عشان يدوا له المحصول وهم راضيين. وون دلوقتي مش بس مقاول، ده بقى مربي اجيال كمان. فجاه رادارات وون لقطت اشارات غريبه وقريبه منه. اوبا ده في ناس معانا في العلجبل ولا ايه؟ وون ما كدبش خبر وضحك ضحكه كده وهو بيقول خلينا نشوف الناس دي بتقول ايه، وبالمره اشوف البوابه اللي جايين منها. في الناحيه التانيه كان في 2 صيادين يا عيني شايطين من الغضب لانهم رموهم طعم للوحوش وخلعوا وسابهم، لبسوا في الحيطه يعني. ما كملش ثواني ولقوا نفسهم محاصرين بقطيع ارانب وحشيه. بس هتقولي ده ارانب يعني كيوت، لا يا عزيزي المشاهد، دي كائنات مفترسه باسنان زي الموس وطالع من بقها مجسات غريبه وبتتحرك كانها كوابيس. واحد منهم فقد الامل وقام عامل تعويذه درع جليدي سداسي ضخم عشان يصد هجوم الارانب الهيجانه دي. بس وهو بيعافر عشان يثبت الدرع وشه اتملى تعب وعرق، وعرف ان اللي جاي سواد، الدرع ده مش هيصمد لحتى دقيقتين. وفعلا الدرع بدا يطرقع، فصرخ في صاحبه وقال له الحقني يا زميلي الدرع بيودع. مع اول حته من الدرع اتكسرت ندم عمره ان هو وافق يطلع المهمه دي اصلا عشان يدور على الكاميرا. ومع اخر حته في الدرع وهي بتفرفر وتتكسر، الصياد اطلق صرخه يا لهوي استغاثه اخيره يعني، والارانب المتوحشه طارت في الجو عشان
عشان تنهش في جسمه، لكن في اللحظه اللي خلاص السنان لمست الجلد حصل بوم انفجار طاقه مرعب كنس كل الوحوش دي ورمى جثثهم بعيد. الصيادين دول وقفوا مبلمين مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وحواليهم جثث الارانب مرميه في كل مكان. ومن وسط عاصفه التلج والغبار اللي حصلت دي ظهر خيال لواحد. واحد من الصيادين ساله وهو صوته بيترعش كده: يا جدع انت، هو انت بني ادم بجد؟ وقف صاحبنا وين قدامهم بوش هادي مفيش عليه اي تعبير ولا كانه لسه مسح بكرامه قطيع كامل بالارض. بيبص صاحبنا لواحده من الارانب اللي لسه فيها الروح وبتحاول تزمجر وتعمل فيها مفيش من اللي خلفوها اتنين. صاحبنا بس يا دوب اظهر الهاله المرعبه بتاعته خلت الوحوش كلها يجي لها تبول لا ارادي من كتر الرعب، وبحركه روقان ضربه واحده بصباع رجله الصغير طيرت الارنب في الجو والباقي فص ملح ودب من الخوف. الصيادين فكوا بقهم من الذهول مش مصدقين ان الوحوش من الرتبه بيه بتجري زي الفراخ قدام الشخص ده. وبعد ما الدنيا هديت اخيرا والتهديد راح، واحد منهم راح عشان يشكر بطلنا وون وهو مش مصدق ان هو لسه عايش بسببه. بيعرف عن نفسه وقال له ان هو اسمه كيم تاي هون. بيبص له الواد التاني اللي لسه مغيب وسال اسم المنقذ بتاعهم ايه، فقال له صاحبنا عن اسمه. تاي هون وقف يهرش في دماغه: الاسم ده غريب عليا وما نطقتوش قبل كده. وشكل وون بهدوم اللي عاملها زي جلد الوحوش ده كان مخلي شكله مريب حبتين. وون بيقاطع تفكيره بيقول لهم: انتوا بتعملوا ايه في التلج ده؟ بيردوا عليه ويقولوا له ان هم هنا عشان يعملوا سبوبه وياخدوا قرشين، لان في كاميرا هنا وعايزين يقبضوا عليه عشان يسلموه للمعمل. طبعا الكلام ده خلى ودان وون تطقطق كده زي الرادار، كان مفكر ان المكافاه دي عليه هو. لكن بيكمل الصياد بيقول له ان عينه الاختبار دي من نوع آلي روبوت يعني هربت من المختبر ونطت في البوابه دي، وكل الناس قلبت الدنيا عليها. بيسالهم صاحبنا: امال فين المعدات بتاعكم؟ شايفكم كده بلابيس. رد عليه بكسره نفس كده قالوا له: يا ريت كان معانا، الفريق اللي كان معانا سرقوا كل حاجه وخلعوا وسابونا نموت. الصياد المصاب مسك دراعه بوجع وهو بيحكي بمراره ان الخيانه دي كانت مترتبه من الاول، وقعد يلوم نفسه ان هو وافق ينضم للفريق ده. كان فاكر ان هو كده سالك، ما كانش يعرف ان هم واخدينه كبش فدا. الصيادين الغلابه دول بداوا يترجوا صاحبنا بدموع عينيهم وبيحذروه من تلوث المنى اللي بياكل في جسم اي صياد طول ما هو في عالم الشياطين، والموضوع ده بيموت اسرع مما تتخيل حتى لو رتبتك كانت عاليه. واحد منهم قعد يصيح ويقول له: يا عم ابوس ايدك ساعدني، انا مراتي حامل ومستنياني ارجع بالسلامه. بس هون كان في ملكوت تاني خالص، حواسه كانت لقطت خلاص مكان العيال اللي خلعوا معاهم السبوبه، ومن غير ولا كلمه ولا سلام عليكم وون قام ناطط نطه خرافيه في الهواء وطار وسط التلج وسايب الصيادين تحت بقهم مفتوح ومش مصدقين اللي بيحصل. قعدوا يصرخوا وراه بذهول: يا نهار ابيض، انت رايح فين يا عم وسايبنا؟ هو ده بيطير ولا ايه يا جدعان؟ في الناحية التانية وسط الغابة والتلج كان واقف الروبوت الصغير واللي لونه أبيض وعينه بتلون بالأصفر زي الكشافات. هو ده بقى يا سيدي الكاميرا الآلي اللي كان هربان من المعمل. كان واقف فوق جبل وباصص بحذر لتحت وحاسس إن في غدر جاي في السكة. وفعلا في ثانية ظهروا الصيادين الخاينين اللي رموا زمايلهم وهجموا بكل قوتهم عشان يثبتوا الروبوت ده ويقبضوا عليه. بس الروبوت لقطهم فورا وعرف إن اللي جايين عليه دول أهداف خطيرة ولازم يتعامل معاهم. وعلى نبرة الجد اللي قلبت فجأة عيون الروبوت اتحولت من الأصفر للأحمر الدموي، والسيستم عنده أعلن حالة الطوارئ، تفعيل وضع المفرمه، وبامر واحد بس: تصفيه الاهداف. الوحش الآلي ده طلع قوته المرعبه على الصيادين الخاينين اللي كانوا فاكرين انهم جايين يصطادوا ارانب. في اللحظه دي وصل بطلنا وون لمكان المجزره ووقف يسال نفسه: يا ترى انا جيت متاخر واللقمه طارت من ايدي؟ بس حواليه لقى بقع دم مغرقه التلج وشنط مرميه في كل حته، وعرف ان الصيادين دول خدوا استماره 6 على طول وخلعوا بجلدهم او اللي فضل منهم يعني. بس وون لقط حاجه غريبه: اثار اقدام طفل مختلطه باثار حيوان، وكل ده عايم في بركه من الدم. قعد يحلل الموقف: هو المخلوق ده بيقدر يغير شكله وهو بيحارب ولا ايه؟ افتكر المعلومه اللي كان قراها عن الروبوت الهربان ده انه مش مجرد حته جديده، ده مصنوع من معدن سائل اسمه الليكويد ميتال بيتشكل زي ما هو عايز. بس عشان المعدن ده غالي ونادر فحجم الروبوت ده فضل صغير زي ما هو. وون واقف مبهور: مش سهل والله يا جياش، حته الروبوت ده قدر يفرم 5 صيادين رتبه بيه لوحده. نرجع تاني للصيادين الغلابه اللي وون سابهم في الاول. طاهون كان هيتجنن وكان بيحاول يفوق صاحبه سونج جو اللي خلاص كان بيودع عشان جسمه كان اتملى بسموم المانا وبقى لونه ازرق. طاهون قعد يصرخ فيه بانهيار: فوق يا ابني، فوق يا حبيبي، فوق عشان خاطر ابنك اللي جاي في السكه ده، ما تسيبنيش هنا وتخلع يا صاحبي. في اللحظه اللي خلاص سونج جو كان بيغمض فيها عينه ظهر خيال واحد ماشي بهدوء وسط العاصفه الجليديه بيقرب عليهم. بيبص عليه طاهون لفوق ومش مصدق عينه، والدموع مغرقه وشه اول ما شاف المنقذ بيقرب منهم. وون كان راجع وشايل في ايده كل الشنط والاحزمه اللي من الصيادين الخاينين اللي رموها وهم بيجروا. مشى وون بخطوات ثابته ووقف قدام الصياد اللي منهار على الارض، وطاهون مرمي تحت رجله بيتوسل له بقلب محروق: ابوس ايدك يا عم، انقذنا من الموت ده، احنا بنضيع. وون بيقول في نفسه:
ايه ده، هو العيال دول لسه ممشوش ليه؟ صحيح، هما العيال دول ما معهمش اصلا حجر للرجوع. بحركه ياسا طلع طهون الفلوس اللي معاه وقال له خد الفلوس دي. بيبص هنا على الفلوس ويقول بس انا مش محتاج شويه الورق ده هنا اصلا. صاحبنا عشان جدع طلع من معاه حجر بوابه من اللي معاه وقسمه نصين عشان يصنع بوابه انتقال عشان يخليهم يرجعوا للعالم بتاع البشر بسلام. وفي اللحظه دي الصياد طهون وطى وحنى راسه بكل احترام وامتنان، وهو مش عارف يشكره ازاي على اللي عمله معاه. طهون كان بيعافر عشان يرفع صاحبه اللي بيموت، وفي الوقت ده وون بيبص للفلوس اللي في ايده وسأل الصياد سؤال بريء كده، هو حجر البوابه دلوقتي سعره قد ايه في السوق؟ اصل اخر مره كانت ب 200,000. الصياد رد عليه وهو مستغرب، 200,000 ايه يا باشا؟ ده يعمل حوالي مليون دلوقتي. ضحك وون وقال لهم بصوت رايق اعتبروا اللي انا هعمله ده الفكه بتاع الحساب بتاعكم. حط ايده عليهم وفجاه انطلقت موجه مرعبه من المنى الزرقاء بدات تلف حوالين جسمهم زي الاعصار. الصياد طهون اتجمد من الرعب وعرف ان وون بيعمل حركه انتحاريه حرفيا وهي حقن المنى. الحركه دي يا صاحبي خطره جدا عشان الصيادين الرتب العاليه حتى ما بيعرفوش يعملوها، لان لو المنى بتاعت الاتنين خبطت في بعض النواه هتنفجر والكل هيروح في داهيه. لكن المفاجاه بقى اللي خلت عقلهم يطير ان المنى الزرقاء دي بدات تمسح طاقه الشياطين السوداء من اجسامهم تماما. وون ما كانش بيعالجهم بس، ده كان بيعمل غسيل ومكوى حرفيا لجسمهم. صاحبه هو كمان فاق وكانه كان مولود من جديد، والاتنين اترموا في حضن بعض والدموع مغرقه وشوشهم ومش مصدقين انهم افلتوا من الموت بعجوبه. وون بص لهم وبيرد بيقول يلا يا شباب البوابه مفتوحه، اتفضلوا يلا على بيتكم بالسلامه. الصيادين مشوا وهم ماشيين بظهرهم من كتر الانبهار ومش مستوعبين ازاي في حد عنده تحكم جبار في المنى كده، ده حرفيا غسلهم من جوه. اول ما هون اطمن ان هم خلعوا والبوابه قفلت بيلف وشه عشان يرجع للبيت بتاعه تاني. دخل الكوخ وخد نفس كده وهو راضي تماما، المكان امان ومفيش وحش اتجرأ حتى ان هو يقرب. وفوق كل ده رجع وفي ايده فلوس كمان ما كانش يحلم بيهم لما كان في عالم البشر. وهو بيفك حزامه عينه جت على المندرجره الصغيره اللي كان واخدها معاه، لاحظ ان ورقتها الخضراء بدات تدبل، فباستغراب كده بيقول يا ساتر لحق اجراكم كل ده انا لسه بقول يا هادي. بكل حنيه وون نزل على ركبته وبدا يزرع الشتلات الصغيره دي في الارض اللي لسه مجهزها لهم قدام الكوخ. بس يا عيني العيال المندرجره دول ما كانش عاجبهم العجب وبصوا كده بضيق وحسوا ان الديكور ده مش ستايلهم والمكان الجديد ده وحش خالص بالنسبه لهم. وان حس ان مش البيئه بس هي السبب لكنهم جعانين، عشان كده مدهم بالمنى بتاعته عشان يتغذوا. وبالفعل رجعوا فرحانين من تاني، وهو غرقان في احلام الشاي بالمندرجره حواسه لقطت حركه غريبه، اوبا في حد بيراقبني ولا ايه؟ لف وشه بسرعه ولقى مين؟ الروبوت الصغير اللي كان بيحارب في الصيادين من شويه. الروبوت ده كان واقف ورا الشجره وعينه منوره وبصله في صمت مريب. وان استغرب، انت جاي ورا ليه يا عم الروبوت؟ عايز مني ايه بالظبط؟ بس قرر ان هو يتقل عليه شويه ويطنش وجوده دلوقتي. دخل الكوخ بتاعه ورمى الشيكات في جنبه وقعد على الارض الخشب وبدا يفرز في الشنط والامتعه اللي لطشها من الغابه. فتح وين الشنطه الاولى ولقاها مغاره علي بابا حرفيا، ادوات تخييم على وضعها، هدوم وغيارات نظيفه، وكمان 8 احجار بوابه لقطه. بس وسط كل ده عينه لمعت لما شاف كيس اندومي، والاكله دي لمست حته جوه قلبه فكرته بايام الشقاوه والملجأ وهو صغير. بما انه بطنه بدات تصوصو بعد اليوم الطويل ده قال بس هي دي الوجبه اللي هترم العظم. قرر يطبخ الرامن وتكون اول اكله بشريه محترمه يدوقها، والموضوع ده محتاج شويه ميه، فقام واخد الحله ورايح للنهر. وهو بيغرف الميه لقى النهر بدا يبقبق كده وفقاقيع بتطلع على الوش، وفجاه بدون سابق انذار بتنط السمكه دي في الميه. صاحبنا بدل ما يتخض بصلها بابتسامه صايعه وافتكر ان الناس دايما بتقول ان الرامن بيبقى احلى لو زودت عليه تاتش بروتين. بص للسمكه كده وقال جيت في وقتك يا حلوه، انت اللي هتحل الليله. تاني حاجه هي البيض على الاندومي الكوري، فقرر يشوف له اي طائر وياخد البيض بتاعه. عشان ما لقاش بصل اخضر قام قاطع شويه ورق شجر عشوائي وقال اكيد ريحته هتبقى نفس ريحه البصل، مش هتفرق كتير يعني احنا في عالم الشياطين. لم العك ده كله في الحله بتاعته وقال كده التجهيزات 100 ورجع على المعسكر بتاعه وهو حاسس ان هو الشيف براك في نفسه. وهو راجع الكوخ الروبوت الصغير لسه لابد ورا الشجره وعينه عليه، وفجاه بطن الروبوت بدات تكركر من الجوع وهو شايف الدخان طالع من الحله وفضوله زاد جدا. هو البني ادم ده بيخترع ايه بالظبط؟ ونولع البوتاجاز ابو عين واحده وقعد يبص في الورق بتاع التعليمات، لقاهم مش كاتبين ان السمكه تتحط امتى. طب وبعدين؟ قام واخد قرار تاريخي وحط كله على بعضه خلطبيطه بالصلصه وقعد يقلب في الحله وهو مأنتخ على الترابيزه الخشب اللي كان عاملها من شويه. في نفس اللحظه المندرجه بدا يشموا الريحه اللي طالعه من الطبخ وبيقولوا ايه ده يا اسطى، انت طابخ الشراب بتاع خالتك على المسا ولا ايه؟ الريحه فضلت مكمله لحد ما وصلت عند الروبوت وهو بيقول اوبا ايه الريحه الجامده دي، انا عايز اكل انا كمان، يا ترى اعمل ايه؟ وعلى طول شغل دماغه وافتكر حاجه شافها في فيديوهات المعمل، يعني ازاي تسيطر على قلب البشر. قرر يغير شكله بالمعدن السائل بتاعه وفجاه اتحول لكلب بلدي شكله حزين ويصعب على الكاف عشان يستميل عطف وون طبعا ويضحك عليه. المعلم بيقرب من وون وبيمثل ان رجله مكسوره وهو بيستعطفه كانه بيقول له حاجه لله والله بقى لي يومين ما اكلت، ده انا يتيم ومقطوع من شجره. صاحبنا بيقول في نفسه يا ابن النصابه، لا بس عجبتني الحركه الصايعه دي برضه. هو بجد فاكر ان هو لما يتحول لكلب بلدي هتطمن له واخده بالحضن، وازاي الكائن ده بالسذاجه دي؟ ما علينا، هعمل ان انا متاثر. في الاخر وون قلبه حن واتنهد
كده وقدم له شويه من الاكله العجيبه بتاعته وساله ببرود: تحب دوق معانا يا معلم؟ اول ما شاف الاكل رق وجري وبقى هيموت من اللهفه، هو مستني ون يغرف له من الاختراع بتاع القرن ده. ون قبل ما يغرف بص للخليط اللي في الحله وقال في باله: استر يا رب، لازم ادوق العك ده انا الاول عشان لو حصل حاجه ابقى عارف انا مت ازاي. بطلنا بياخد اول معلقه عشان يدوق الاختراع بتاعه، وفي الناحيه التانيه الكلب الصغير كان نازل دب في نصيبه في الطبق لوحده، وكان في قمه السعاده والانبساط حرفيا، كأن الأكلة دي هي الكنز اللي كان بيدور عليها. بيبص هون بنظرة استغراب وحب كده للطعم. الطعم ما كانش غريب، ده كان مجرد أكل يعني، بس ده كان حرك جواه ذكريات من طفولته البعيدة. افتكر لما كان لسه عيل صغير بياكل الرامن مع باقي الأطفال اليتامى في الملجأ، وقت ما كانت المكرونة السخنة هي الاحتفال الوحيد في حياتهم الصعبة. بابتسامة هادية ورايقة اترسمت على وش وون وهو بيستطعم الأكل اللي رجعه لأيام ما كان عنده 7 سنين، وكأن الطبق ده غسل هموم السنين اللي فاتت كلها. بعد ما خلصوا المعمعة دي، ريحة الرامن الجبارة فضلت مالية الجو ومغطية على أي ريحة تانية في الغابة. بس يا عيني الريحة دي كانت كابوس بالنسبة للتلاتة دول. انتوا بتاكلوا شرابات مش أكل، ده القرف ده يا عم. المهم دول بعد ما خلص الأكل وشبع بص للكلب اللي هو الروبوت يعني، وقال له بمنتهى البرود: يلا يا معلم طريقك زراعي، أنا ورايا تنظيف ومحتاج أروق الكوخ ده شوية. الكلب الصغير لف وشه وجهز نفسه عشان يمشي. العبيط بدل ما كان بيمشي على رجله السليمة مش على التانية، وني عديها. لا والله بقول لك ايه يا معلم، انت مش كنت من شويه بتعرج برجلك الشمال ولا ايه؟ يا عيني الكلب اترعب، لا يكون اتقفش ولا حاجه. المنظر كان مسخره، وود ما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك، والروبوت بيعافر عشان يكمل المسرحيه اللي باظت اصلا. بعد ما حبس بالرامن، وون قام شمر دراعه وخد المواعين وطلع على الشلال عشان يغسل الصحون، وبالمره بيغسل الهدوم اللي لطشها من الشنط المهجوره. اصل بصراحه جلد الوحوش ده ما يتلبسش العمر كله يعني، ولازم طقم كاجوال يفك بيه عن نفسه شويه. قعد يبل الهدوم ويخبط عليها بالراحه بالعصايه بتاعه الخشب عشان القماش الرهيف ده ما يتسلخش. بس يا عيني وون قوته ما كانتش عامله حساب القماش الغلبان ده، وفي اول خبطه العصايه كسرت الارض والدنيا من تحتها. احيه ايه اللي انا عملته ده؟ بس عادي عادي، انا لسه قدامي فرصتين كمان، معايا قاموسين غيره. بس اللي جنن وون فعلا ان الروبوت ده طلع لازق له ومصمم يحوم حواليه، كل شويه يغير الشكل بتاعه. المره دي بقى شطح بخياله وتحول لحجر وله عينين. حجر وعيون ازاي يا جدعان؟ ده انت مش ذكاء اصطناعي، ده انت غباء اصطباحي. المهم فضل مراقبه في صمت غريب وهو بياكل او بيغسل المواعين، وكانه بيقول: انا حته صخره ماليش دعوه، كمل اللي انت بتعمله. وون كان قاعد مأنتك بيتامل الورد اللي شبه الفروسيتا دوت ورايق على الاخر، والروبوت لسه مكمل في مسرحيه الاختفاء بتاعه، كان متحول شجره المره دي عشان يندمج مع الزرع اللي حواليه وكده. وفجاه نحله رخمه اتشدت للورد وقامت راشقه فوق جسم الروبوت. رجع لشكله الحقيقي وهو بيجري زي المجنون عشان يخلع من النحله، وعينه قلبت على الاحمر الدموي من كتر الفوبيا، واتضح ان الكائن ده كان عنده عقده طفوليه من النحل. وون فضل يتفرج على العبث اللي بيحصل قدامه وهو بيضحك في سره وبيقول: الكاميرا دايما بيكون عندهم اثار جانبيه، وشكل ده الاثر الجانبي اللي هو عقله الصغير. الروبوت بعد ما هدى عمل فيها عبيط من الاحراج وكان ماشي من تاني. صاحبنا بيمشي معاه في لعبته وبيقول: الورده ده ريحته حلوه قوي النهارده. المهم بيعدي الوقت وبنشوف وون اللي كان خلص اخيرا غسل مواعين. انا عايز غساله يا عم، مش نافع كده، بس اهم حاجه ان انا عندي بقى غيار تاني. لكنه بيلاحظ ان مقاس البتاع ده صغير عليه، فقال خلينا نشوفه يمكن استعمله بعدين. ودلوقتي يلا نشوف المندريك الصغيرين. الروبوت العبيط كالعاده بيراقب وون، وفجاه قام من مكانه وراح سرق القميص عشان يلبسه هو. انا عايز ابقى زي البشر انا كمان. بابتسامه كده بيكمل وبيقول: اللبس ده بقى بتاعي خلاص هي. بس المفاجاه الكبيره حصلت هنا بقى يا صاحبي، ان جسمه المعدني السائل ده بدا يغلي ويتشكل. الايد الحديد بدات تبقى لحم ودم، والجسم بدا يكبر وياخد تفاصيل بشريه حقيقيه. وفجاه الروبوت ده اتحول بالكامل لبنت صغيره زي القمر، واقفه بكل فخر بشكلها البشري الجديد وقميص وون اللي واسع عليها، وكانها بتقول: ايه رايك في النيو لوك بتاعي؟ بقيت شبهكم اهو. في الناحيه التانيه وون راح يطمن على النباتات بتوعه، لقاهم حالتهم تصعب على الكافر، ورقهم دبلان وناشف والجذور بتاعتها شكلها عطشان ومجهد. وون وقف يهرش في راسه كده وبيقول: هو مش انا منضف الارض دي بايدي قبل كده؟ هي الحشائش دي جت منين؟ وفجاه الارض بدات تهتز وتطلع منها كائنات غريبه شبه الدود العملاق كانت بتاكل في الارض هنا. وون عرف غلطته. يا ولاد اللعيبه، ده انا كنت لازم احرس الارض من الاعماق. بمنتهى الحماس قرر وون يقلب مقاول زراعي، نظف الارض من الافات دي تماما، وقرر يهد ويبني من جديد ويعمل جنين للخضار محترمه عشان المندراجورات يلاقوا مكان يليق بيهم ويكبروا فيه براحتهم. اثناء ما كان غرقان في الفاس والتربه والمقاوله الزراعيه، لمح بخياله بنت صغيره مستخبيه ورا الشجره وبتبص عليه بحذر، فبتهمس له كده بصوت واطي: اهلا. دون وقف متنح، اللي هو: انت ايه يا بنت؟ انت مين؟ انت طلعت منين وسط الوحوش دي؟ رد عليها التحيه وهو شارد وبيسال نفسه: هي البنت دي عايزه ايه بالظبط؟ وايه اللي جاب طفله في الغابه التلج دي؟ البنت شاورت على الكوخ اللي لسه بانيه وسالته ببراءه مصطنعه كده: هو ده بيتك يا عمو؟ وهون رد بكلمه واحده: ايوه، في حاجه ولا ايه؟ بتساله ببراءه كده اذا كان من سكان المنطقه الاصليين. وهنا
وهنا صاحبنا قرر يغلس عليها شويه، وبيغلس وبيقول طب وانت بقى من انهي قبيله يا شطوره؟ البت اتخضت واتلجلجت وقعدت تكرر الكلمه وراه ومش فاهمه يعني ايه قبيله اصلا. قامت مألفه قصه حمضانه كده في ثانيه من انها من قبيله بعيد ورا الشلال، ونكمل معاها في الهجص بتاعها وقال لها باستهبال انت اكيد بقى من قبيله جوز الهند صح؟ البت ما صدقت وقالت له ايوه انا منهم فعلا. فصاحبنا بضحكه مكتومه كده بيقول لها جوز الهند يا بنت النصابه. قرر يلعب معاها فبيقول لها ايه اللي جاب بنت من جوز الهند لحد هنا؟ البت قلبت وشها وحزنت وقالت له اصل اتطردت من هناك. وهوب راحت رمت قنبله وسالته بكسوف هو انا ينفع اعيش معاك هنا في بيتك الجديد؟ وانا استغرب تعيشي معايا ليه يا بنتي؟ قامت فاركه في صوابعها كده بتوتر والدموع كان في عينيها عشان المكان هنا امان وما فيهوش حشرات بتطير ولا حد هيطاردها، وده مكان مريح ويحسس الواحد بالاستقرار. دون فهم الفوله وعرف ان البت الغلبانه دي اللي هي الروبوت يعني كل اللي هي محتاجاه شويه امان وسقف يحميها. فالف باله خلاص يا ست ماشي، بس هنا مفيش دلع، اللي ياكل لقمته يشيل شيلته. البت وافقت وهي طايره من الفرحه وكانها كسبت في الاستغمايه. اول مهمه رماها في حجرها كانت شغلانه تقيله، بيقول لها تروح تحرس الارض دي. البت خدت منه الفاس بكل حماس وبصت له بثقه وقالت له يا عم وسع كده سيب لنا الطلعه دي. وفجاه البت الصغيره دي طلعت الباور اللي عندها وفي ثانيه واحده بس كانت هدت الارض وشقلبت كيان الغيط كله، خلصت من الزقاق حتى قبل ما تعرق. ودون وقف مذهول ايه يا بنت المفرمه اللي انت عاملاها دي؟ هنا دون اتاكد انها مش ناويه تخبي حقيقتها ككاميرا قويه، او يمكن هي اصلا ما تعرفش الاطفال الطبيعيين بيتحركوا ازاي. بعد ما خلصوا المعمعه دي سالها بسؤال بسيط هو انت اسمك ايه بقى؟ السؤال نزل عليها زي الصعقه وقالت له بكسوف بصراحه انا ما عنديش اسم. بس طبعا قررت ساعتها تخترع لنفسها اسم، فبتقول له انا اسمي كيم ناري. الاسم ده نطقه في الكوريه نفس اسم الورد بتاع الفروسيتا اللي هي كانت شافته من شويه، لكن هي بتقول له لا يا عم انت بتقول ايه؟ انا اسمي كيم ناري مش حاجه تانية. المهم بعد العبث ده ومع غياب الشمس كانوا خلصوا الجنينه اوام وكمان صوروها بسور حجر متين. النباتات الصغيره كانهم في ليله العيد نازلين رقص في التربه الجديده وفرحانين ان لهم بيت اخيرا. بس صاحبنا لاحظ حاجه غريبه، ناري كانت واقفه بعيد وكأن في حاجه غريبه، كانت بتعيط لما شافت النباتات بتلعب. فبيسالها وين مالها في ايه؟ بتقول له ناري انا بعيط عشان بيفكروني باصحابي عشان ما كانوش بيلاعبوني معاهم. وانزعل عليها بس في نفس الوقت استغرب عشان ما كانش في حاجه اسمها اصحاب في المعمل اصلا. وفجاه اثناء ما كانت ناري بتعيط بدات تحس بحاجه غريبه في الغابه، وصوت صرخات عاليه في الغابه خلتها تخاف. راحت تستخبى ورا وان وهي مرعوبه، وحكت له بصوت بيرعش انها وهي جايه شافت وحش صغير خالص شبه الكتكوت، وكان فيه وحوش تانيه مفترسه نازلين فيه تقطيع وعض لحد ما دمه غرق التلج. ناري حطت ايدها على راسها وهي مش قادره تنسى المنظر البشع ده، وكأن انسانيتها اللي لسه بتتشكل بدات تظهر. وان بص لها بهدوء يحير وسالها السؤال اللي ما كانتش متوقعاه، يعني انت عايزه تروحي وتنقذي الكتكوت ده؟ وان بص لها بحنيه وقال لها يا ستي لو عايزه تنقذيه روحي انا معاكي اهو، بس الموضوع اختياري ده مش امر مني انا يعني. صاحبنا كان عايزها تطمن ويحسسها انها حره ومش مجرد آلة بتنفذ الاوامر زي زمان. وبمجرد ما لقطت الاشاره ناري نطت في الهواء وطارت بسرعه الصاروخ عشان تلحق الكتكوت الغلبان ده قبل ما يروح فيها. والحمد لله وصلت في اخر لحظه لما كانت شافت منظر يقطع القلب، كذا وحش ضخم شبه الصراصير نازلين فيه تعذيب. الوحش الابيض الصغير ده كان بيصرخ من الالم، والحشرات دي نازله فيه عض وتقطيع ولا فارق معاهم دموع. ناري صرخت فيهم بغضب وزعيق خلى الغابه تترج من قوتها. سيبوه يا كلاب كفايه تعذيب فيه. صوتها كان كله غيظ وغل، وقامت مديه واحد من الصراصير دي شلوط معتبر طيرته لاخر الغابه، ووقفت في النص بين الكائن المصاب وبين باقي الوحوش كانها جدار من الفولاذ. الدموع كانت مجرقه عينيها وخدت قرار نهائي وما فيهوش رجعه، الكتكوت ده مش هيموت النهارده. في اللحظه دي شريط حياتها الكئيب رجع لورا، افتكرت ايام معارك التصنيف في المعمل، المكان اللي كانت دايما فيه رقم واحد بدون منازع. افتكرت باقي الكاميرا الغلابه اللي كانوا مرعوبين من التجارب عشان نسبه فشلها عاليه، وكانوا بيحملوها هي ذنب مصيرهم الاسود عشان كانت بتكسب في المسابقه. كانوا قعدوا يشتموها ويضربوها بكل قسوه، وده لمجرد انها كانت شاطره وبتنفذ الاوامر بالحرف عشان تقدر تعيش. الذكرى دي حرقت دمها وخلاص قررت انها مش هتسمع لحد يظلم اي حد تاني قدام عينيها. الذكرى الأليمة دي اتقطعت فجأة لما هجوم مرعب ضرب الارض وعمل حفره، وظهر منافس جديد في الساحه ناري. بصت للوحوش وهي مشحونه بكل الوجع والذكريات السوداء اللي كانت عاشتها قبل كده في المعمل. زعقت فيهم بصوت يهز الغابه بس كفايه عذاب، وقامت مطلعه موجه صادمه طيرت التلج والشجر وكل حاجه حواليها. الدماء كانت ماليه عينيها من كتر الغزو والحسره، وقالت كلمه للتاريخ انا هقول لكم كلمه مفيش فيها سلام، لما ناس كتير تنعش في واحد ضعيف دي تبقى قله اصل وحاجه زفت. وفجاه البت الصغيره دي قررت تنهي المهزله دي وفجرت قوتها الكامله، وفي اخر لحظه وغمضه عين الوحوش دي لقت نفسها بتطير في الهواء. ناري خلصت
الخناقه كلها في ثانيه واحده ونظفت المكان من الوحوش دي تماما، ووقفت زي البطله المنتصره كده وكانها بتقول محدش يقدر يقرب من اصحابي وانا موجوده. نرجع بقى للمخيم، وون كان قاعد في قمه الروقان ماسك رضعه المنى بتاعته وبياكل العيال. يا حبايبي المنى طعمها حلو النهارده؟ طب المنى دي ولا ايه يا معلم؟ بس يعني اللحظه الرايقه دي اتفركشت لما نار رجعت وهي بتصرخ باسمه بهستيريا وتقطع القلب. جريت عليه والدموع مغرقه وشها وهي بترتعش. الحقني يا عمو، اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ رفعت ايديها وهي شايله الكتكوت المنفوش ده وقالت له بصوت مخنوق ان هو قطع النفس ومش راضي يفتح عينه خالص. وان لسه هيقول لها اهدي يا بنتي، فجاه حس ان هو شاف الكائن ده قبل كده. ده يا شباب الطائر الصغير اللي كان اخد الجلد بتاعه المسموم وعمل منه هدوم. البنت سالته وهي مرعوبه هو كده هيموت خلاص؟ وون ما رفعش عينه وقرر يفحصه عشان يشوف ايه الحكايه. حط ايده بالراحه على جسم الكتكوت ده وبدا يضخ المنى بتاعته عشان يلم الجروح اللي الحشرات عملتها له ويوقف النزيف. واول ما طاقته بدات تلمس جسم الكائن، وون دخل في عالم تاني، قدر يحس بتاريخ الكائن ده كله. اصل سحر كل وحش في العالم ده بيبقى عامل زي الدي ان ايه السحر كده او البطاقه الشخصيه، بيحكي قصه حياته من يوم ما اتولد لحد اللحظه دي. يا ترى الكتكوت ده وراه سر ايه؟ وون اول ما المنى بتاعته لمست الكائن عينه برقت وعرف الفوله. ده انت فعلا الوحش اللي قابلته قبل كده. طلع الكتكوت ده من نفس فصيله الوحوش اللي بتتجدد وعندها سرعه شفاء عاليه اللي كان قابلهم قبل كده، بس المره دي حجمه بقى صغير. قعد يهرش في راسه كده ويقول هو كش كده ليه؟ صغر ونشف في الغسيل يعني؟ طلع بنظريه جديده ان الوحش ده لما بيجدد نفسه بيصغر في الحجم بطريقه غريبه وبتختلف عن طريقه وون خالص. بص النار وطمنها وقال لها يا ست اهدي، الواد ده عنده سوء تغذيه بس مش اكتر، وبسبب حجمه الصغير ده فالوحوش كانت بتتنمر عليه. انا خلاص شحنته بشويه منى من عندي، سيبيه ينام بس وهيقوم زي الحصان. وهنا ناري شريط حياتها الاسود في المعمل اشتغل تاني. افتكرت الكاميرا الغلابه اللي كانوا بيتعذبوا وافتكرت اللعبه بتاعتها اللي كانت مرميه على الارض. بصت لون بصوت مرعوش ووش كله رجاء. لو سيبناه لوحده هيموت يا عمو ارجوه. رفعته بين ايديها عشان تفرجه قد ايه هو هفتان وضايع، وسالته بتوتر يقطع القلب هو ينفع انا اللي ربيه؟ وعدته وعد شرف انها هتدربه وتاكله احسن اكل في الغابه بس لو وافق يخليه معاهم. وان حب يعمل فيها حكيم زمان وحذرها يا بنتي خلي بالك الكائن ده هيكبر حجمه جدا وممكن يضايقنا بعدين. بس نار ردت عليه بمنتهى البراءه والنصب كده لا يا عمو ما تقلقش، انا هاكله حبه صغيرين عشان يفضل كيوت زي ما هو وما يكبرش خالص. والله البت دي على نيتها يا جدعان. المهم وين لما شاف اصرارها واللمعه اللي في عينيها رفع ايده وقال خلاص ماشي انت اللي مسؤول عنه. في اللحظه دي الكتكوت بدا يفوق وفتح عينه وهو دايخ ومش فاهم هو فيه ايه، لحد ما عينه جت على عين دون. اوبا، الكائن اول ما شافه عرفه فورا وقعد يطلع اصوات هديل وعياط كانه بيعاتبه وبيقول بقى انت مفتري اللي سلخت الجلد بتاعي لما كنت وحش كبير، جاي دلوقتي تعمل لي فيها دكتور؟ ناري ما كانتش فاهمه الخناقه الصامته دي وقامت فجاه خطفته بالحضن كله حنيه ورفعته للسما كده وهي مبهوره وصحت بحماس. بص يا وون ده صوته طرب بيطلع اصوات زي اليمام بالظبط. الوحش الصغير قعد يفرك ويقاوم في ايديها وبيصرخ سيبيني يا بت انت هتموتيني في ايدك. ناري ولا هي هنا ميته من الضحك ومبسوطه بحركاته العصبيه دي. والمفاجاه الكبيره بقى ان وين وقف متنح عشان اكتشف ان هو فاهم كل حرف الوحش ده بيقولها. ناري اعلنت بانتصار ان العلاج اكتمل خلاص وقالت بضحكه من القلب كده انا خلاص سميته جو عشان صوته عامل زي اليمام بالظبط. وين هز راسه وقال في سره ماشي يا جو، اسم لايق على شكلك برضه بس يا رب ما تبقاش لسانك طويل بس لما تكبر. الوحش الصغير جو ما كانش عاجبه الاسم خالص وقعد يصرخ ويجمع ويقول له اسم جو يا بت انت، انا عندي اسم. وزربو راحت دلقه عليه جرده للميه وبتقول له انت باين عليك عطشان خد اشرب اهو. عمو هو نفش في ايدي كده ليه وبقى زي السمكه المنفوشه؟ وين بص للمنظر وقال هي لسه مش فاهمه هي عملت ايه. ساعتها قرر يقول لها ما تدلوش ميه تاني. وناري تقريبا فهمت ان هو مش عطشان لكن جعان عشان كده راحت تشوف له اي حاجه ياكلها. اما وين بقى راح يجيب شويه خشب وقرر يشغل نفسه، فمسك النصل بتاعه وبدا يشكل في جذع شجره عشان يبني دولاب يلم فيها حاجتهم، وكان بيخطط لشيء حجمه معقول يعني وملموم. النصل الحامي ده كان بيقطع في الخشب زي السكينه في الحلاوه، بس وين وقف فجاه وحس ان في حاجه غلط في المكان. بص للجذوع اللي بيقطعها واستغرب هو الخشب ده ماله طري كده ليه؟ مش ده الخشب الناشف اللي انا عملت منه الترابيزه قبل كده؟ وهنا جو اللي لسه منفوش ده ومنعكش من الميه نطقه بكل ثقه وصياعه بيقول يا عم انت ده اسمه خشب طري وعشان كده لونه طالع مختلف ومسخسخ في ايدك. وين وقف في مكانه ومتفاجئ وبيساله بيقول له هو الخشب كمان فيه منه القوي والضعيف؟ ده انا كنت فاكر كله بيتصنع منه خلاص. المعلومه دي خبطت في دماغه لاول مره وخلته يعيد حساباته في المقاولات اللي كان بيعملها من تاني. جو كان لسه بيتمنظر وبيفتح بقه ويشرح له الالوان والرتب بتاع الخشب بس فجاه سكت واستغرب من اللي حصل. وصاحبنا ولا هو هنا عمال يدور حواليه فين
فين الشجر اللي بيسأل عنه ده؟ يا ترى الخشب الاحمر اللي الواد جو بيقول عليه ده فين؟ اما جو بقى كان في مكان تاني خالص، واقف يفكر وبيقول هو الراجل ده بيقدر يفهمني بجد ولا انا اللي السلوك عندي باظ؟ ساعتها قرر يستخدم خاصيه التخاطر بتاعته عشان يخترق عقل وون ويقطع الشك في البي. اول ما الوصله اشتغلت جو لقى نفسه غرقان في بحر من افكار وون اللي كان عمال يقلب في انواع الخشب الاحمر، لكن هيهات الصدمه الكبيره كانت على جو. القدره اللي كان فاكرها مستحيله الاختراق اتصدت بكل سهوله قدام وون. جو سأل نفسه بصوت مرعوش كده، هو انت بجد بتقدر تسمع افكاري وبترد عليا؟ وون بص له بمنتهى البرود والثبات الانفعالي وقال له بص يا سيدي، الكلمات بتاعتك دي بتنط في راسي فجاه كده وكاني فاهمك، والاغرب بكتير بقى ان حته الكتكوت اللي زيك ده يكون فاهم لغه البشر اصلا. مش شايف ان انت اللي محتاج تفسر لي ده هندسه؟ صاحبنا فضل يفكر شويه واستنتج ان الكائن المنفوش ده مش مجرد وحش عادي، ده اكيد من الوحوش الذكيه النادره اللي بتكسر كل القوانين. وبما ان المنى بتاعته كانت مألوفه سأله بصراحه بقول لك ايه يا هندسه، واحنا اتقابلنا قبل كده؟ جو اعترف فعلا وقال له ايوه حصل يا باشا. حكى له ان هو كان بيموت حرفيا وون هو اللي شال عنه السم وانقذه، عشان كده كان حابب ان هو يرد له الجميل بعدين. صاحبنا استغل الفرصه على طول وقال له قشطه، انت تقدر تساعدني دلوقتي، تقدر تدلنا على مكان الخشب الاحمر اللي انت قلت عليه ده؟ جو نفخ ريش صدره كده بكل ثقه وقال له رقبت ليك يا باشا، يلا بينا. بس وهم بيجهزوا الشنط عشان يتحركوا حصلت كارثه قلبت الموازين. انفجار ناري مرعب غطى المكان، وفجاه الناري لقت نفسها وسط النار وصرخت وهي بتهرب وبتعيط وبتقول انا مش عايز ارجع تاني، انا مش عايز اروح المختبر. قوه الانفجار رمت ناري على الارض زي الريشه وبقت مشتته ومرعوبه من الهجوم الغادر ده. البت دخلت في حاله التروما وذعر تام، وافتكرت ان المعمل بعت وراها كلاب حراسه عشان يرجعوها للسجن ده تاني. خوفها القديم من النار شل حركتها تماما وبقت زي الصيده السهله وسط الدخان. الراجل اللي ماسك جهاز التتبع ده عينه لمعت وقال بصوت واثق قفشتك يا وحش يا ميكانيك، انت هو الهدف المطلوب. من وسط الدخان والنار ظهر صياد شعره طويل ومنظره يرعب مستعد يقبض على البت الهربانه دي. بصراحه انا مش حابب امد ايدي على طفله صغيره، بس حياتي كلها في العمليه دي، عشان كده يا انا يا انتي. جمع في ايده كره نار مرعبه وكانها شمس صغيره وبص لناري نظره اعتذار اخيره وراح حادف عليها القذيفه الناريه. البت كانت شايفه الموت بعينيها وصرخت وغمضت وشها اللي غرقان بالدموع ده وسلمت نمر خلاص علشان هتموت. افتكرت ان حلم الحريه ده طار قبل حتى ما تتهنى بيه يومين. بس في اللحظة دي وون صاحبنا دخل في النص وبعرض كتافه، وفي وسط المعمعة دي كتكوت جو كان بيصرخ وبيقول بلهفة يا وون فكك من الخشب دلوقتي، انا هوديك غابة الخشب الاحمر بعدين، بس الاول خلصنا من المصيبة دي. جو حس ان اللعب قلب جد وان ناري كانت في خطر حقيقي، وفي اللحظة دي عيون وون نورت بضوء مرعب حتى الغابة كلها بدأت تهتز. قرر ان هو ينقذ حياة البنت دلوقتي ويأجل موضوع الخشب ده بعدين. بص على ناري اللي لقاها منكمشة على نفسها وبترتعش وعارف ان الموضوع ده مش مجرد خوف عادي، دي تروما، ذكريات سودا محفوره بالنار من ايام المعمل. تمام يا جو، خلينا الاول نطفي الحريقه اللي في الغابه دي. جو بيبص على الصياد ويقول له انت يالا ابن الصرمه يا اللي ما عندكش ريحه الدم، انت بتستقوى على طفله صغيره شحت انت؟ الصياد شعره وقف من الغيظ ودمه غلى. بقول لك ايه، انسحب بكرامتك انت وهو دلوقتي مادام لسه عندكم فرصه، عشان انا لو بدات المعركه هدمركم كلكم مع بعض. الجو اتكهرب وبقت مواجهه تحبس الانفاس. صاحبنا واقف بكل شموخ وبيحمي نار اللي كانت مستخبيه في ظهره ميته من الرعب، ورد عليه بكلمه واحده بس اللي هي اللي عندك اعمله يالا. الصياد اتعصب وبيشتم وون وقرر ينهي الليله بمحرقه، طلع سلم من اللهب وكانه تنين بيشخ راسه. النار حرفيا كانت بتاكل الاخضر واليابس والقلع واللبس، بس وون ولا اتهزت فيه شعره واحده، وبكل هدوء وبرود اعصاب رفع ايده وكون نقطه ضوء زرقاء صغيره يا دوب على طرف صباعه، وفجاه بوم اطلق شعاع طاقه مركز شق سيل النار ده نصين وكانه بيقطع ورقه بمقص. الشعاع ده كمل طريقه بسرعه الصاروخ لحد ما خبط في جبل بعيد وراه. الانفجار هز الارض حرفيا تحت رجليهم وعمل زلزال في الغابه. الصياد ده واقف مكانه متسمر، ريقه نشف ووشه بقى اصفر زي الليمونه من الرعب، واستوعب اخيرا ان هو مش قد الراجل اللي واقف قدامه ده. بدا يسمع صوت طرقعه، ولما بيبص فوقه لقى صخره نزلت عليه زرعته في الارض زرع بصر. صاحبنا راح يطمن على ناري وبيقول لها ما تخافيش كل حاجه كويسه دلوقتي. بتسمع ناري الكلام وبتمسح وشها من العياط وبتقول له انت بجد قوي جدا يا عم وقدرت تطفي النار دي بسهوله. بيقول لها وون بص يا ناري، القاعده هنا بسيطه جدا، كل ما تخافي من حاجه اديلها علقه محترمه ونيميها في مكانها. عشان يطبق النصيحه عمل ايه؟ راح عند الصياد اللي كان قاطع شحن ومغمى عليه، وراح يمسكه من شعره عشان يجره زي شوال البطاطس وهو بيقول كل لما يغمى عليهم ايه ده احيه. يا عيني صاحبنا اتفاجئ ان اللي ماسكه في ايده ده
الواد كان قرعته شبه اللمبه القلاووز بتلمع في الشمس، عامل لي فيها نينجا وطلعت اقرع ولابس لي باروكه يا ابن الهبله. بيقول له جو الواد ده باين عليه لسه صغير يا كبير. اما بقى ناري بتبص على القرعه بتاعته وهاتها ضحك للركب من المنظر اللي قدامها ده. قرعه يا عبيط انت ما عدتش بتخوفني خالص. في نفس الوقت بيبص وون على ناري وبيقول له كو بقول لك يا كو، بمستوى القوه عند ناري فالصياد العبيط ده مش في نفس قوتها خالص، فهي ليه كانت خايفه منه. بيقول له جو خلينا اساعدك وتشوف ذكرياتها يا كبير. وبالفعل بنشوف المعمل والعالم ده بيضحك ضحك خبيثه وبيقول اللي يشوفك وانت خايف مني كده يبين انك كبرت وعرفت مشاعر البشر. بيحط منع على ايده عشان يقرب من ناري وبيقول ما تخافش ده مجرد اختبار هعمله عليه. المشهد رجع للواقع تاني والرؤيه اختلفت من قدام عينيهم. وون بكل حنيه بيطبطب على راس ناري وبيقول لها برافو عليك انت عملت شغل عالي. كان بيفكر بينه وبين نفسه ان الصدمات دي علاجها مش سهل ابدا وبياخد وقت، بس اللي حصل ده كان اول خطوه في الطريق الصحيح. بيبص بعدها للصياد اللي مرمي قدامهم وجوه عمال يطبل على رعايته زي كانه بيطبل على بطيخه. بيسال ناري ها نعمل ايه في الواد اللي معانا ده. فجاه البت وشها نور وعينها لمعت من الحماس وصرخت وبتقول انا عندي فكره عبقريه. بنشوف حبل مربوط في صخره فوق الشلال، ودي كانت اول علامه لبدايه خطه ناري الانتقاميه عشان بتشوف قرعايه وهو مربوط ومتعلق من الشلال. ناري وقفت بكل ثقه وشرحت وجهه نظرها العبقريه اليوم. بص يا عمو هو لو فضل مبلول كده ناره هتطفى ومش هيعرف يخوف اي حد تاني. قرعايه بيفوق بيقول هو ايه ده احيه يعني انا جاي اخد الروبوت يحصل فيا كده. لسه ناري بتقول له اللي اقرع اهو اللي اقرع اهو. بيقول لها وون ما تتريقيش على حد يا بت عشان شكله شقيه انت. وبيرجع يفكر ويقول ناري بدات تتخطى رعبها اسرع بكتير مما كنت اتوقع. شخصيتها القويه بدات تظهر من تاني. بس ليه التنمر اللي هي بتعمله ده؟ بعد شويه وون نزل الميه وبدا يغطس حله كبيره في النهر الصافي، وجو بيطير وبيقول له بتعمل ايه يا كبير؟ رد عليه وون وبيقول له بجيب ميه عشان اعمل شويه رامن. اول ما ناري سمعت السيره طارت من الفرحه وقعدت تتنطط وبتقول يا سلام الرامن بالسمك بتاعك ده احلى حاجه دقتها في حياتي. وين سالها باستغراب هو انتوا في القبيله بتاعتكم كنتوا بتعملوا رامن برضه؟ ردت ناري بتوتر كده وبتقول ايوه طبعا. في نفس الوقت قرعايه اللي متعلق تحت الشلال بدا يفوق لنفسه ويستوعب المصيبه اللي هو فيها دي، وقعد يفكر ويقول الراجل ده مستواه مش قليل ابدا، ده اكيد صياد من الرتبه ايه على الاقل، لا ده ممكن يكون اقوى حتى بكتير من كده ومخبي قوته الحقيقيه عننا. الراجل ده اكيد صياد من النوع اللي بيحب العزله ومخبي نفسه عن العالم. ناري نطت في الميه زي الصاروخ وهي ماسكه سمكتين كبار. بص يا عمو اصطدتهم اهو. لكن لون بص لها بهدوء كده وقال لها احنا عايزين سمكه واحده بس، خلي الباقي يرجع الميه. بس الكتكوته كانت مستعجله وعايزه ترمي السمك كله في الحله عشان تاكل، وكل ده والاسير الاقرع لسه بيتمرجح تحت الشلال. بيبص عليهم وبيقول رامن بالسمك وكمان من نوع الوحوش؟ انتوا متاكدين يا جدعان ان انتوا بتعرفوا تطبخوا اندومي اصلا؟ اخيرا الثلاثه كانوا ماشيين عشان يعملوا الاكل ده، لكن فجاه بيزعق الصياد وبيقول لهم استنوا يا جدعان نزلوني والنبي، انا على فكره بعرف اطبخ وهعمل لكم احلى طبق اندومي لوز اللوز. وبالفعل خلال لحظات لقى نفسه قدام ترابيزه خشبيه وعليها كشاف منور كانه في مسابقه طبخ بالظبط. بالنسبه لاي حد ده مجرد كيس اندومي يعني، بس بالنسبه له فالموضوع ده كان مساله حياه او موت. الاقرع بدا يتوتر ويعرق من التوتر وهو حاسس بنظراتهم اللي كانت خارقه ظهره، لانه عارف ان لو الطعم ده ما طلعش مظبوط نهايته هتبقى وحشه قوي. الاقرع كان بيتعامل مع الموقف كانه ماستر شيف في برنامج عالمي، كان مؤمن ان الرامن بتاعه ده لازم يتعمل باخلاص، لازم يصنعه من غير فزلكه وماشي على الاصول اللي اتعلمها. وثق في حسه الفني وهو بيقدر كميه الميه وقال لنفسه مفيش قدامي حل تاني، لازم تطلع مظبوطه ل3 افراد. بدا يسقط النودلز وكيس التوابل، السر كله طبعا كان في الميه اللي بتغلي، ورسم في دماغه خطه زمنيه محكمه 4 دقايق و30 ثانيه بالتمام والكمال. بدل ما يبص في الساعه بدا يحس بنبضات قلبه بكل هدوء، لقى نبضه قلبه 60 دقه في الدقيقه، يعني بعمليه حسابيه كده الرامن هيكون مستوى على الشعره بالظبط بعد 270 نبض. في اللحظه دي ظهر عداد النبضات وعمال يعد 1 2 3 والجو بقى مشحون بتركيز رهيب وكأن العالم كله مستني النبضة رقم 270. وفعلا أول ما جت ميعادها الشيف الأقرع عمل حركة درامية، خطف النودلز لفوق في الهواء وهو بيصرخ بصرخة حماسية. الخطوة دي بالنسبة له هي حمام الهواء والسر اللي بيخلي المكرونة مضغتها ومثالية ما تتعجنش. بص للحلة وابتسم بكسرة نفس كده وهو بيفكر يا سلام لو كان في شوية كيميتشي كانت هتبقى أحلى أكلة، بس يلا الواحد في عالم الشياطين وما ينفعش يتشرى. مسح عرقه وهو حاسس برضا تام عن نفسه وقال في سره إن هو عمل اللي عليه وزيادة وما عندوش اي ندم على الطبخه دي. الحله كانت طالع منها بخار يجنن وريحه الاكل مع التوابل قلبت المكان، والراجل وقف فوقيها بوقفه المنتصر، تحس كانه لسه فايز في ماستر شيف. بيحكي لنا ان الوجبه دي ولا حتى الشيف فراك بنفسه يقدر يعملها. يا عم اسكت بقى ايه الكذب ده. المهم الواد ده قدم التحيه بكل فخر لوون وقال لهم بابتسامه نصر كده اتفضلوا دوقوا وقولوا لي رايكم. ناري بصت للحله باستغراب وقالت بس ده شكله مختلف تماما عن اللي انا متعوده عليه يا عمو. وون ما كانش بتاع كلام كتير، مسك الشوب ستيكس
الشيبسي بتاعته وراح لاقطها في بقه على طول عشان يدق اول قطمه. قعدوا التلاته على الترابيزه الخشبيه وصوت الشفط مالي المكان والكل منسجم مع الرامن اللي لسه طالع من النار. وفجاه الحركه اتوقفت تماما، وون وناري وحتى جول بوما اتصلبوا في مكانهم وعينيهم برقت من الصدمه. طعم الانفجار اللي حصل ده خلى عقلهم يتوقف. الرامن ما كانش مجرد اكله، ده كانت تذكره طيران لعالم تاني خالص. بعد ما خلصوا الحلل والمواعين بقت بتلمع كانها مغسوله، وجول بوما رمت نفسها على الترابيزه وهي مبلطه ومنفوخه من كتر الاكل ومش قادره تتحرك. الشيف الأقرع وقف قدامهم وهو بيفرك في ايده وبتوتر كده وسالهم بصوت واطي: ها يا رب يكون الاكل عجب حضراتكم. وفجاه وبدون مقدمات وون بيقول له: قول يا معلم عايز ايه؟ الواد الأقرع مش فاهم. وون بص له بمنتهى الجديه كده وقال له: الاكله دي كانت احلى من انها تكون ببلاش، اطلب اي حاجه في المقابل وانا هنفذها لك. الواد الأقرع بيتهته في الكلام وبيتردد كده وبيقول: بجد بجد اي حاجه؟ وفجأة وطى الراجل ده بكل احترام وبشكل درامي قدام وون وبيقول له: أرجوك علمني، أنا عايز أكون قوي، عايز أبقى قوي زيك كده، أنا الصياد ناميسو، عايز أكون تلميذة. وون وقف مكانه متنح وعلامات الاستفهام فوق راسه، الاسم غريب عليه والطلب أغرب، وكمان مين اللي هيعلمك ده؟ أنت عبيط. الراجل كمل كلامه بحماس وهو بيحاول يقنع وون: يا باشا أنت أقوى صياد قابلته في حياتي، وأكيد أنت هنا في مهمة سرية طويلة الأمد صح؟ أنا بقى هظبطها. قعد يتباهى بمهاراته في الطبخ وقال إن والده كان عنده محل فراخ مقلية وهو وارث الصنعة وممكن يعمل له احلى فراخ يدوقها. قعد يشرح لون ان اكيد توفير المؤن والاكل في المكان ده عذاب، وعرض عليه ان هو يبقى الخدام بتاعه يطبخ له ويجيب له الاكل اللي هو محتاجه، وكمان مستعد يدفع ثمن الدروس دي لو عايز. كل حلمه دلوقتي ان هو يتدرب تحت ايده عشان يوصل لمرتبة الصياد الفائق. وون سكت للحظة كده وبص له بنظرة فاحصة وقام رامي السؤال اللي كان شاغل باله من ساعتها: طب ما دام انت شيف وطموح كده، كنت بتهاجم كيم ناري ليه من البداية؟ ناميسو استغرب جدا وسأله ببراءة: هو مين كيم ناري دي اصلا يا كبير؟ انت قصدك الروبوت؟ بس وون وطى عليه بصوت واطي كده قال له: امشي معايا بس في السكه دي، احنا معرفينها انها من قبيله جوز الهند وده سر طبعا. الصياد الأقرع ملامحه اتغيرت وبان عليه ان هو اتاثر وقال بصوت كده: انا بصراحه اسبابي شخصيه جدا ومش عارف ان انا اشرحها لك دلوقتي. لكنه زعق بحماسه ودموعه في عينه: انا لا فارق معايا مكافآت ولا فارق معايا البت دي اصلا، كل اللي شاغلني ومجنني هو ان انا عدى اختبار رتبه الصيادين وبس. وون بكل ثقه بيقول له: طب يلا قوم اقف على رجلك عشان هنبدا اول درس. الراجل رفع عينه وهو بيعيط ومستغرب: ليه يا زعيم؟ هل هيحصل حاجه؟ وون قال له بمنتهى الثقه: الاكله الحلوه دي لازم يحليها ماتش تدريب. ناميسو الأقرع قعد يشكر فيه وهو بيمسح دموعه، وكان فاكر ان المره اللي فاتت كانت قصيره ومحتاج يتعلم بجد. بس الصدمه جت من ناري اللي قامت رازعه الحل على الترابيزه وقالت بعين شريره: لا يا عم، انا اللي عايز ادربه المره دي. وون اتفاجئ جدا من طلبها، بس ناري ما كدبتش خبر وفكرته بنصيحته ليها: هو مش انت قلت يا عم اننا لازم نكسر الخوف ونغلبه؟ ناري كانت مصممه انها تطفي النار بتاع الراجل ده بنفسها وتثبت انها ما بقتش خايفه منه. والشيف الأقرع اول ما سمع كلامها قعد يضحك باستهزاء وقال لها: لا لا لا، بقى انت يا صغيره عايزه تتحديني انا؟ وون بيشاور بايده على صخره ضخمه سودا قريبه منهم وسال نامسو وبيقول له: هل تقدر تكسر الصخره دي؟ الواد اتوتر وقال له: يا زعيم انت بتقول ايه؟ دي صخره اوبسيديان، الصخره دي صلبه جدا. وون ساله تاني وبنفس البرود: يعني مش هتقدر يعني؟ قرعايه ضحكه عبيطه وقال له: كسر الاوبسيديان ده جنان اصلا يا كبير، ده انت محتاج صياد فائق على الاقل وعضلات من حديد عشان. وزريبو قبل ما يكمل جملته كانت الصخره دي انفجرت قدامه مليون حته. الراجل واقف مذهول، العرق غطى جسمه وهو مش مستوعب. يا عمو انا جاهزه، يلا بينا عشان ندخل في تدريب. فجأة المشهد اتغير وخدنا لفلاش باك عن حياة قرعاية اللي طالع اسمه ناميسو. زي ما احنا قلنا زمان، نامسو ده ما كانش مجرد طباخ عادي، ده كان صياد وموهوب ومستيقظ طبيعي. كان واعد جدا والموهبة عنده بدأت لما كان عنده 8 سنين، ودي حالة كانت نادرة جدا وطفرة في عالم الصيادين، لأن أغلبية الصيادين قوتهم مش بتظهر غير في أواخر سن المراهقة. بعد سنين من التدريب الشاق وقف نامسو قدام ساحة اختبار الصيادين من الرتبة بي، وكان جاهز يثبت للعالم كله إن هو مش مجرد طفل موهوب وخلاص. وبشعره الطويل ده اللي كان بيطير وراه دخل القتال بتركيز مرعب. حدف كرة نار انفجرت في خصمه وحولت الساحة كلها لكتلة لهب. بالمزيج ده بين الموهبة الربانية والمجهود الجبار، نامسو قدر يطور نفسه بسرعة البرق، وقبل ما يكمل ل 20 سنة كان وصل لمرتبة البي بلس، وده طبعا انجاز ما بيعملوش غير الاساطير. كان حلمه بسيط جدا وواضح: انا هبقى اعظم صياد في التاريخ. عاش ايام كان حاسس فيها ان الدنيا ضحكت له وكل حاجة في حياته كانت مثالية ومفيش فيها ولا غلطة. لكن في يوم من الايام وهو في الحمام بياخد دش عادي، بص في المراية ولاحظ حاجة غريبة، حاجة كانت البداية الكابوس مرعب ما كانش يتخيله ابدا. ناميسو واقف مرعوب وهو بيبص لايده كانت مليانه خصولات من الشعر الاسود الناعم اللي كانت لسه واقعه حالا وهو بياخد الدش، في السن اللي المفروض اصلا زمايله لسه بيبداوا يكتشفوا قوتهم ويحسوا بزهره الشباب بتاعتهم. اما بقى هو كان بدا يحس بالصلع. اول ما دخل في العشرينات شعره من فوق بدا يخف نهائي ومفيش وقت، والخط الامامي لشعره بدا يرجع لورا،
وبدأ ياخد شكل الموقف ده كان سبب له أزمة نفسية ودمر ثقته في نفسه. تخيل بطل خارق وقوي جدا بس شعره بيقع قدام الناس، يا ترى هيعمل ايه بالظبط؟ بدأ يحس ان هيبته كصياد بي بلس بدأت تهتز، وبقى كل تركيزه مع المراية ومع كل شعرة بتقع، وكأن الثقة بتاعته كلها كانت مستخبية في شعره اللي بيضيع منه ده. لف على كل العيادات والمستشفيات وشاف الدكاترة في الدنيا كلها، بس الرد كان دايما واحد: انسى يا نمسو، استعوض ربنا. الدكاترة قالوا له ان اي عملية زراعة شعر هيعملها هتفشل والشعر هيقع تاني، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. دموع نزلت على خده وهو بيستوعب الحقيقة المرة، وكل مجهوده وفلوسه والأدوية اللي خدها عشان ينقذ هيبته كانت من غير أي فايدة. نمسو اللي كان الشاب الوحيد صاحب الكاريزما والموهبة الجبارة بقى بيخرج من العيادات وهو حاسس إن الدنيا اسودت ووشه خلاص ومفيش أمل. اللي كان دايما سابق جيله ومنور وسطهم في شبابه بدأ نوره يطفى بسرعة بسبب حالته دي، وثقته في نفسه اتدمرت تماما. من كتر الهم والتفكير مستواه كصياد وقف وما بقاش قادر يطور مهاراته ولا يتقدم خطوة واحدة لقدام. وصل نمسو لمرحلة صعبة جدا لدرجة إن هو اترفض في اختبار صيادين الرتبة ايه اللي كان بيحلم بيه، ودي كانت القشة اللي قطمت ظهره حرفيا، عشان بعدها دخل في حالة اكتئاب حاد وبقى بيقضي ايامه كلها على الكنبة في شقته المتبهدلة. وهو في اعلى قمة يأسه ونايم قدام التلفزيون لفت انتباهه تقرير اخباري ومقابلة مع عالم بيتكلم عن اكتشاف مذهل. العالم ده كان بيتكلم عن حادثة حصلت في عالم الشياطين وطلعوا منها بمادة نادرة اسمها المعدن السائل. المفاجأة بقى ان العالم اللي في التلفزيون ده رغم ان هو قفل ال90 سنة كان طالع بشعر يجنن وكأنه لسه في شبابه في العشرين. فضل يشرح ازاي المادة دي اللي رجعت له شعره وحيويته وشبابه من تاني، والصياد اليائس اتنطر من مكانه وهو مش مصدق اللي بيسمعه. المذيع في التلفزيون قعد يهيص ويقول: اخيرا لقينا علاج للصلع يا جماعه. بس بالنسبه لنمسو ده ما كانش مجرد هزار، دي كانت قشه الغريق اللي هيتعلق بيها. ومن هنا بدات الفكره المجنونه تسيطر على دماغه. لكنه فجاه سمع المذيع بيقول: انا اخترعت الدواء ده بالصدفه من تجاربي ومش ناوي ان انا انشره، انا قررت ان انا اكمل الابحاث بتاعتي واساعد البشريه. بيقوم نمسو يهبط في الترابيزه ويقول: بشريه ايه وزفت ايه؟ اخترع علاج الصلع عن ابو شكله. بعد شويه ايام بيشوف خبر على الموبايل: المشروع الميكانيكي للمعهد سقط في عالم الشياطين. نمسو اول ما قرأ الجمله دي عينيه برقت، فهم اللعبه ماشيه ازاي. عالم الشياطين يعني لا قانون، يعني اللي يلحق حاجه يشيلها. جرى بره البيت زي المجنون وهو بيجز على اسنانه وبمنتهى الاصرار، وحلف 100 يمين ان هو لازم يوصل للمعدن السائل ده، مش عشان ينقذ البشريه ولا نيله، ده عشان ينقذ قرعته. فجاه ذكريات الماضي اتبخرت ونمسو رجع للارض الواقع ولقى نفسه مرمي على الارض واكل تراب مهزوم ومنفوخ من ناري. قعد يبص حواليه بذهول تام وهو مش مستوعب ازاي طفل عملت فيه كل ده وهو اللي كان معجزه في جيله. ناري بدات ترقص وتتنطط وهي بتحتفل بانتصارها الساحق، وهون وقف بيبص للصياد الاقرع وببروده وبيقول له: يا معلم انت ما لمستهاش لمسه واحده حتى، بقول لك ايه، انت لو فضلت تخسر كده انسى موضوع انك تبقى تلميذي ده. نمسو اتنفض من مكانه وحلف 100 يمين ان هو هيشد حيله ويبقى وحش في المرات الجايه. اخيرا وون خلص الدولاب اللي كان بيصنعه، واضح عليه ان هو كويس وهيتحمل لوقت طويل. بيقول له: جو اي خدمه يا معلم، انت امر بس واحنا وراه. بيبص هون على نمسو وبيقول: الواد ده لسه عنده اصرار بعد ما اتعجن علقه مره واثنين وثلاثه. فجاه شافه بيطلع كره ناريه في ايده وبدا يحلل الموضوع بدماغه العبقريه عشان اقرع وكده. بيقول وون: الواد ده قوته زادت فجاه، هل اخيرا رجع ثقته في نفسه بعد ما قلع الباروكه؟ بيصرخ نمسو باعلى صوته وهو بيتحداها: يا كيم ناري تعالي لي يلا ماتش كمان اخير. جول بوما بيقول: مهاره النار بتاعته مش وحشه، شغال يا ابني، بس هل هيقدر يهزمها اصلا؟ وون رد عليه بمنتهى الهدوء وهو مراقب المعركه: ناري مش مجرد طفل عاديه يا جو، الصبر طيب. نمسو جرى باقصى سرعته وهو بيصرخ: المره دي المكسب ليا انا. ناري واقفه في مكانها بمنتهى البرود، ونمسو نط في الهواء بكل قوته وجمع كل كرات النار اللي حيلته حوالين جسمه وعمل ضربه مدمره كان ناوي ينهي بيها التدريب لصالحه. بس اول ما الضربه دي لمست الارض اتصدم، لان الضربه اصلا ما لمستش ناري. وفجاه شاف قدامه كائن فض غريب وزريبو بياخد بالرجل في وشه وبيتعمل له ارتجاج في القرع. نمسو طار في الجو زي الريشه واتزرع لتاني مره في مجموعه صخور ضخمه لدرجه ان الصخره اتشرخت من قوه صدمه راسه. ناري وقفت في نص الساحه بكل فخر وبنظره الانتصار وبصت له وقالت له: شكرا يا عمو، انت بجد ساعدتني ان انا اكسر خوفي من النار واتحكم في قوته صح. ويا عيني وهو مرمي في قلب الحفره اللي عملتها الهبده، نمسو رسم ابتسامه باهته على وشه وكان حاسس ان هو اخيرا خبط في السقف بتاعه كصياد رتبه بيه، وعرف ان الفرق بينه وبينهم زي الفرق بين السماء والارض. بس رغم الوجع عافر وزق نفسه لفوق وهو رافض يستسلم. الفرصه دي ما بتجيش غير مره واحده بس في العمر، ازاي اسيب وحوش زي اللي قدامي دول من غير ما اتعلم منهم؟ نمسو وقف على رجله وهو بينهج وصمم يطلب ماتش اخير من ناري، وقعد يترجاهم بلهفه:
لفه واحده كمان والنبي، واحده كمان، وحياة اغلى حاجه عندكم ماتش واحد بس. وهو بيحاول يسند طوله اتفاجئ بدم نازل من مناخيره من كتر الضغط والمجهود الجبار اللي حطه في الضربه اللي فاتت، وجسمه خلاص تقريبا كان بيجيب اخره. وون بدا يفحصه بايديه كده وبيقول له قول لي انت بقالك كام يوم هنا في عالم الشياطين؟ نامسو رد عليه وهو بيمسح الدم وبيقول له انا بقالي 9 ايام يا زعيم. فون هزله راسه بنبره تحذيريه كده وبيقول له كفايه عليك، لازم ترجع فورا، الطاقه الشيطانيه هنا تقيله عليك وممكن تموتك وانت لسه في مستواك ده. صاحبنا بدا يشجعه وبيقول له انت عندك امكانيات تخليك تعلي الرتبه بتاعتك، بس محتاج تدوس على نفسك شويه وتدي كل اللي عندك. نامسو اتمسمر في مكانه من الصدمه وقال له بصوت مفاجئ انا يا زعيم انا عندي امل بجد، انا بقالي 6 سنين بفشل في الاختبار وقالوا لي لما فشلت ان انا ما عنديش اي موهبه، انا يائس يا زعيم. بس هو بص له بثقه وقال له انا شايف ان لسه قدامك مساحه كبيره تتطور فيها وتكبر، اوعى تستسلم وكمل تدريب. الكلمتين دول نزلوا على قلب نامسو من جوه زي البلسم، وبعد سنين من الاحباط واليأس والصلع لقى حد اخيرا يؤمن بيه بجد، وعينه اتملت بالدموع وبقى بيبص لون ومش عارف ينطق ولا يقول ايه بالظبط. نامسو مسح دموعه بتركيز وصرخ بحماس انا مش هخيب ظنك يا زعيم، هحرق نفسي في التدريب وهبقى فخر ليك. وون بص بخبث كده وبيقول تمام انا كده ضمنت عامل رتبه ايه محترم يشيل الشغل بتاعي. يا ابن النصابه انت طلعت زي كيم مكتنز المهارات. نامسو بيلم شنطته وخلاص ماشي فبيسالهم بكرم محتاجين اي حاجه قبل ما امشي يا جدعان. ناري نطت في المكان وقعدت تصوت بهستيريه اندومي عايزه اندومي، قول له يجيب لنا اندومي وهو راجع يا عم والنبي. نامسو ضحك وبص لناري بتحدي وبيقول لها طب جهزي نفسك بقى شبر ونص عشان المره الجايه انا مش ههزر معاكي خالص وانا اللي هفوز عليك. نامسو بيقول لون بقول لك يا زعيم ما شفتش الباروكه بتاعتي؟ بيقول لون ان شاء الله عدمك ما شفتهاش. اما جو بيبص له وبيقول الواد ده شكله لسه مش جاهز يا زعيم. بيقول نامسو خلاص يا زعيم انا همشي انا بقى مع السلامه. نامسو ودعهم بابتسامه اخيره وقال انا ماشي يا جماعه هتوحشوني والله، وخلاص اختفى جوه البوابه ورجع للعالم من تاني. جو بص لون بشك وساله انت شايف اننا نسيبه يمشي فكره كويسه يا زعيم؟ ده شاف حاجات كتير عننا، مش ممكن يبلغ عننا او عن سر المعدن السائل؟ بيقول له وون انت ايه رايك انت مش بتقدر تقرا الافكار والذكريات، قول لي هو ناوي على ايه؟ جو بص للفراغ اللي سابته البوابه واكد لهم بمنتهى الهدوء الراجل ده انا حاسس ان هو صادق في رغبته ان هو يبقى اقوى. وكمل بابتسامه خفيفه ما فيهاش اي قلق بصراحه عجبني فيه اخلاصه لهدفه حتى لو كان الهدف ده مجرد ان هو يرجع شعره. وون ابتسم لنفسه وهو بيفكر ان الشيف الاقرع ده طلع بيعه كسبانه، استثمار 100 يعني للمستقبل. ناري بصت لون باستغراب وسالته هو انت بتفهم لغه البومه جو؟ هو انت بتقدر تفهمه ازاي يا عمو؟ وون رد عليها ببساطه وبيقول لها ايوه طبعا ده انا حتى الدولاب اللي انا لسه مخلصه ده كنت انا بنيه على نصايحه وذوقه هو. ناري سكتت شويه وبصت حواليها في البيت وقالت بملل بس يا زعيم البيت ضلمه قوي وكئيب، الواحد مش شايف قدامه خالص. فون ما كدبلهاش خبر وقال لها ولا زعلي نفسك هعمل لك شباك حالا ينور لنا الدنيا. وقبل ما ناري تنطق بكلمه وون استخدم قوته وبحركه احترافيه وسريعه جدا قص الخشب بتاع الحيطه وعمل شباك مسطره في ثواني. فجاه النور دخل البيت الصغير وبقت الشمس ماليه المكان وكأن البيت دبت فيه الروح من جديد. ناري وجو جريوا على الشباك الجديد وهم طايرين من الفرحه والبيت اخيرا نور وبقت الشمس ماليه المكان. صاحبنا وقف يتاملهم كده وقرر وقال احنا لازم نلاقي مصدر اضاءه عشان الليل ما يبقاش كحلي هنا. فناري سالته بفضول هنعمل ايه يا زعيم؟ هنجيب كشافات يعني ولا ايه؟ وون رد عليها بخبره لا يا ستي في حاجه اسمها احجار التوهج، دي احجار بتنور في الضلمه لوحدها وممكن نلزقها في السقف وتنور لنا البيت كاننا مركبين نجفه كده. جول بوما بصت له بشك وسالت وانت يا كبير عارف المكان بتاع الاحجار دي اصلا فين ولا هنقعد ندور في الغابه كده وخلاص؟ لكن وون بص له بثقه وقال له عيب عليك الاحجار دي مش موجوده غير في المناطق البركانيه بس وهناك نقدر نلاقيها بسهوله. جو بيقول بس المناطق البركانيه دي مش لعب عيال، دي من اخطر الاماكن اللي ممكن اي صياد او اي حد ممكن يهوب ناحيتها. فجاه جو وطت صوتها وبان عليها الحزن وقال اصلا المكان ده اللي انا جيت منه، بيت الاصل هناك وسط البراكين. ناري مسكته بتقول مالك يا جو انت عملت كده ليه؟ فضلت ناري تحضن في جو زي الدبدوب بتاعهم ما كانش قادر يتنفس وبيقول انا حاسس ان جو بقى غريب يا عمو. يا بنت العبيطه انت اللي غريبه انا هموت في ايدك. بيقول لها وون ما تقلقيش جو بس قلقان بسبب المنطقه البركانيه، انا هروح لوحدي هناك واخليكم انتوا الاتنين هنا. بس ناري اول ما سمعت الكلام ده اتنفضت ورفضت تماما، لا طبعا انا مش هقعد هنا لوحدي انا جايه معاه. وبكل فخر وثبات كملت انا ما بقتش بخاف من النار خلاص ونامسو علمني ازاي اواجه خوفي انا مستعد. وون ما كانش قادر يمسك نفسه من الابتسامه لما شاف شجاعتها دي، لف وبص للبومه وساله وانت يا عم جو جاي معانا ولا قاعد؟ البومه هز راسه ووافق بجديه وقال انا كمان جاي معاكم، في حسابات قديمه لازم تتصفى.
ونوافق اخيرا وقال لهم خلاص يا جدعان هنروح كلنا مع بعض، بس مش هنرمي نفسنا في النار كده وخلاص، احنا لازم الاول اصنع لكم معدات خاصه تحميكم من الحراره العاليه دي. وفعلا بدا يجهز ادواته عشان يعمل لهم لبس ضد النار حرفيا. في نفس الوقت بقى في الحديقه بره كان المندجرات بيلعبوا بالباروكه اللي سرقوها من نمسو. المشهد اتغير تماما وانتقلنا لمنطقه بركانيه، ارض قاحله ومشتعله مليانه بانهار من الحمم البركانيه اللي بتغلي. وفي نص المنظر ده ووسط الدخان والشرار اللي مالي المكان بدأ يظهر خيال مرعب لكيان ضخم ومخيف. الكائن ده كان بيبكي وكأن في حاجة مش كويسة حصلت. كالعادة يا شباب كلمة السر هي ناري، اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي. ولو عجبك الملخص يا ريت تدعمني الدعم واقع خالص، وكمان يا ريت تشتركوا في القناة الاحتياطية من هاوي عشان لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي حاجة هنا نقدر نكمل الحكايات بتاعتنا هناك. كان معاكم سيف حسام الدين واشوفكم في فيديو جديد وسلام.